السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عادت أفراحك يا أهلي، مبروك لمصر، مبروك لمصر ومبروك للنادي الأهلي. عادت أفراحك يا أهلي، عادت ثلاثياتك يا كولر. أداء عالي جدا 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 الشوط الثاني، إنما الشوط الأول الأهلي فريق عادي عادي عادي. ثلاثية نظيفة تصدر بها النادي الأهلي مجموعته، وتساوى مع شباب بلوزداد اللي فاز برضه على يانج أفريكانز في ملعبه 3-0، وتساوى مع النادي الاهلي في النقاط والاهداف. في حاجه حابب اتكلم فيها وشفتها ولاحظتها في مباراه الاهلي وميدياما الغاني، هي الحكام الافريقيه عايزه ايه من النادي الاهلي؟ كميه فاولات ملهاش اي اساس من الصحه على حدود منطقه جزاء النادي الاهلي، يمكن 5-6. ده في الدقيقه 90، في الدقيقه 90 يعني كوره فاول على المهاجم وطرد مباشر كمان بالاشتراك مع طاهر محمد طاهر بمنتهى العنف داخل كاتم رجله، يبطلوا كوره، هيسيبها فاول على النادي الاهلي. ده شيء غريب جدا. الحكم متحامل على النادي الاهلي من اول المباراه لاخرها للدقيقه 90. حاجه غريبه جدا. هي الحكام في افريقيا عايزه ايه من الاهلي بالظبط؟ تحس كده ان الحكم متسلط، متوحي، مبعوث، عايز يعني يهدي فريق ميدياما اي هدف، وكانه جاي يعني حد بعته عشان يعني يعمل كده في النادي الاهلي. حاجه غريبه جدا يا جماعه. في يعني بقالنا حوالي 4-5 ماتشات في افريقيا من اول مباراه اتحاد العاصمه اللي هي بتاعه السوبر، وفي حاجات غريبه تحكيميه بتحصل مع النادي الاهلي، مش عارف بقى سببها ايه. هل ده متعمد او هل ده يعني عدم توفيق؟ مش عارف، انا مش قادر ابلعها. عدم توفيق، مش قادر اقتنع بان دي حاجه غير مقصوده، وكأن يعني الكاف او الحكام الافريقيه بتصدر لجماهير افريقيا ان النادي الاهلي ده مش هياخد حاجه السنه دي. يعني انت كده كفايه عليك كده، كفايه عليك كده حرفيا. هو ده اللي بيحصل في الملعب. مباراه اتحاد العاصمه ضربه جزاء كهربا واضحه وضوح الشمس، تغاضى عنها الحكم قاصد رغم ان في فار. يعني ضربه الجزاء دي المفروض تتحسب اكتر منها انها تتحسب بتاعت مروان عطيه اللي كسبوا بقى السوبر. برضو مع صن داونز في بطوله دوري السوبر الافريقي الجديد، النسخه الجديده، برضو كهربا ليه بيرسي تاو ليه ركله جزاء واضحه وضوح الشمس هناك في الملعب بتاع صن داونز، ودي كفيله كانت توصل الاهلي للنهائي وياخد البطوله. فالاتحاد الافريقي بيوصل لجماهير افريقيا ان النادي الاهلي مش هياخد حاجه السنه دي سواء بلعب او من غير لعب. هو ده حرفيا اللي شفناه في الملعب النهارده. قال النهارده يا جماعه يعني كره لمسه يد حسيبها على ياسر ابراهيم، ما جاتش في ايده اصلا، ما جاتش في ايده. يعني لو متر ورا شويه كان حسيبها ركله جزاء وشكرا. او كانوا وقفوا ورا بقى، ترصوا ورا، وواحد يقع واحد يقوم، واحد يقع واحد يقوم، والاهلي راح منه 3 نقاط. اقصى طموح الاهلي ان هو كان يتعادل في المباراه دي. بسبب ايه؟ بسبب غلطه تحكيميه مقصوده او غير مقصوده. انا مش قادر ابلعها انها غير مقصوده، لان دي مش مره ولا 2 ولا بيغلط هنا وهنا، لا ده على طول الخط ضد النادي الاهلي، وفي كل مباريات النادي الاهلي الافريقيه اللي عدت واللي جايه. ده وجهه نظري، وانا متوقع ان المباراه الجايه الاهلي هيعاني تحكيميا بطريقه صعبه جدا جدا جدا. يعني هيجلطونا بمعنى صح، هيجلطونا الحكام في افريقيا بامانه. حاجات بنشوفها ما عمرناش شفناها، ما عمرناش. يعني انت لما تعمل كده في استاد السلام او في مصر، امال لما تروح تلعبه في تنزانيا هتحسب له ايه؟ يعني انت بتعمل كده في مصر، امال لما نروح بقى هناك بقى في مثلا في يانج افريكانز في تنزانيا، ولا مثلا نروح غانا نلعب الفرقه دي هناك، هتعمل ايه معانا؟ يعني علامه استفهام كبيره جدا. لازم الاتحاد الافريقي يتدخل، او لو هي غير مقصوده لازم يتدخل ويحل المشكله دي. لو مقصوده دي بقى حاجه تانية، يبقى خطتك ناجحه يا كبير، خطتك ناجحه يا كبير. وشفتوا بقى كولر لما ما بيعندش، شفتوا كولر لما بيقدم التغيير شويه. ما وصلناش للدقيقه 70 كولر نزل الشوط الثاني. انا كنت متخوف جدا بانه يفضل على بالفرقه دي للدقيقه 70، لان كريم فؤاد بعد الخبطه الكتف اللي كاله من الواد الفلق دوت اللي هبده كتف طيره، ما عادش اداؤه على قد المستوى. فكان لازم ما ينزلش بالشوط الثاني. بس قلت الحمد لله، جه في الدقيقه 59 او 60 كده وراح عامل التغييرين.
تغييرين سلام جدا 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 بنسبه 100%. يخرج ديانج وينزل قفشه، ويخرج كريم وينزل بيرسي. فتح الملعب فتحه ادى الى ان النادي الاهلي في الدقيقه 70 اللي كان المفروض كولر يغير فيها اول تغييراته بقت 2-0. شفتوا بقى السرعه في تغيير الملعب وتغيير طريقه اللعب لما يبقى الماتش معقرب. مش تقعد بقى تستنى للدقيقه 70 وموت يا حمار 70 وبدي اللاعب اللي ينزل ياخد له 10 15 دقيقه عبال ما يسخن كده ورجله تروح على الجون وكلام من ده، تبقى خلاص الحكم صفر ما بيلحقش يعمل حاجه. انما كولر لعب قفشه النهارده بدري ولعب بيرسي تاو بدري، خدوا على الماتش. كان 10 دقائق جبنا 2-0. التغيير الثالث لما طلع كهربا ونزل صلاح محسن برضه وطاهر محمد طاهر اضاف والثالث جه، وكان النادي الاهلي مرتاح جدا جدا جدا. لكن يا جماعه مفيش فريق بطل بدون حارس بطل. ما نغفلش دور محمد الشناوي النهارده، وهو السبب الوحيد الاول والرئيسي في ان النادي الاهلي طلع بالنتيجه دي وبالثلاثيه النظيفه دي. محمد الشناوي في الدقيقه 5 انفراد كامل، جول 100% اللي اسمه حميدو ده، جول 100%. الشناوي تعامل معاها بمنتهى الحرفيه والامتياز. الراجل طلع وتوقع ان الراجل هينفرد بيه، طلع قفل عليه من بدري. اول ما لف في وشه كده ولاقي الشناوي في وشه قافل عليه الجون، لسه ما فكرش يحطها، خبطت في دراع الشناوي دي. ده غير كمان كذا كوره الشناوي طلع فيها بتوقيت مميز جدا جدا. لان النهارده الشناوي يا جماعه نجم اللقاء بنسبه 100%. واللي غير كده يبقى ما اتفرجش على الماتش او بيهبد. محدش بقى يقول لي بقى كهربا، محدش يقول لي لا الشناوي النهارده نجم اللقاء الاول والاخير بمنتهى الامانه. علامه استفهام كبيره جدا على اصرار مارسيل كولر لوجود محمد هاني في الملعب، برغم انه بيمر باسوأ ايام حياته الكرويه. محمد هاني في الموسم ده ما شفتش محمد هاني اسوأ من كده من يوم ما لعب في النادي الاهلي بامانه حرفيا. مش فاهم يعني سبب الاصرار ده ايه. عندك اكرم توفيق وعندك كريم فؤاد ممكن يلعب في الحته دي، وعندك اكتر من لاعب ممكن يلعب في الحته دي، وخالد عبد الفتاح. ريح الراجل شويه، الراجل مستهلك لدرجه ان هو في التغيير النهارده وقف وطلع بره وفكر ان هو هيغير، من انه عارف ان هو وحش، ان محمد هاني النهارده مخترق دفاعيا وما بيعملش حاجه قدام. محمد هاني يعني اسوأ لاعب في الملعب النهارده، رغم ان احنا كسبنا بس احنا ما بنحطش راسنا في التراب. لازم نظهر السلبيات. اداء النادي الاهلي النهارده في الشوط الاول مش كويس. بقالنا حوالي 15 او 14 مباراه ما بنحرزش اهداف في اول تلت ساعه، ودي علامه استفهام. انت ليه ما بتنزلش تدوس من اول مباراه وتضغط وتفتح الملعب وتنتهز كل فرصه تجيلك؟ لسه برضو بنعاني من ضياع الفرص. النهارده 13 فرصه مؤكده في الشوط الاول لم نحرز منها اي هدف. 13 فرصه بالظبط، مفيش ولا كوره هزت الشبكه، ده غير يطلع 7-8 كورنرات في الشوط الاول. مفيش خالص حرفيا، ما بنستفيدش باي كوره من الكور دي. الاهلي لما يضغط، لما يلعب بسرعه، لما يظهر اللاعب للاعب، الاهلي بيكتسح اي فرقه في الملعب. الاهلي لما يلعب ببطء، لما يسيب الكوره للخصم، لما يرجع ويتراجع ويلعب ويستنى الكوره، يبقى فريق عادي جدا ويستقبل اهداف في اي وقت زي اي فرقه في مصر وفي افريقيا. انما الروح الفانيلا الحمراء هي الاساس. مليون مبروك للنادي الاهلي، فوزه بالثلاث نقاط الغاليه جدا عشان يتصدر مجموعته مشتركا مع شباب بلوزداد الجزائري. ان شاء الله باذن الله من نجاح لنجاح يا اهلي، ويطلع ويفنش اول مجموعه عشان نلاعب فرقه كده تاني مجموعه ان شاء الله باذن الله، ونوصل للنهائي ان شاء الله باذن الله. اشوفكم في فيديو جديد، وما تنسوش تعملوا لو بتشوفني من على اليوتيوب يا ريت تعمل سبسكرايب للقناه، ولو بتشوفني من على الفيسبوك يا ريت تعمل متابعه للبيج ولايك للفيديو. في النهايه شكرا لكم والسلام عليكم.